سعر المتر في التصالح على الأرض المخالفة كان 830، واحنا المفروض كنا دفعنا فوق ال 2 مليون و300 أو 400، وقعدنا نعمل محاولات شديدة، وكل واحد فينا عمل فيها أبو العريف، ونبعت تظلمات، ونبعت مش عارف ايه، ونعمل ايه، ونعترض ونتظلم. خلاص أرهقنا ونفذت طاقتنا. المفروض كان في شهر 9 دواتي يخلص ميعاد للتصالح ده، ونكون دفعنا الفلوس دي بقدرة إلهية وبصلوات حارة كانت مرفوعة بجد. دايما نقول ربنا ايه؟ ونحن لا نعلم ماذا نفعل فهل نحن نعلم. احنا نعمل ايه؟ احنا غلابه. يجي ينزل قرار رئيس الوزراء الاسبوعين اللي فاتوا دول، جميع دور العباده مساجد وكنائس سعر التصالح 50 جنيه، من 830 50 جنيه. ولو دفعت جديد تصالح 225,000 هيطلع لنا فلوس عند الحكومه. ايه ده؟ قوية في الحروب، قادرة، رحيمة، معينة. أنا شخصيا بسميها العذراء المغيثة. أحب لقب إلى قلبي العذراء المغيثة. مفيش حد استغاث بيها أبدا وخزته أبدا. مفيش حد تعلق في غدب ردائها ونفضت الرداء منه أبدا. ما في حد تعلق في غدب ردائها ومشي بسرعة وسابته الكعبة يحصل له حق أبدا. كله أنت تعلقت في غدب ردائي؟ ده أنا ابني زمان لما نزفت الدم لمس الغدب قال من لمس غدب ثوبي. ايوه انا بقول كده، من لمس غدب ثوبي. انت ما تخافيش، يحاربونك ويقضون عليك لاني انا معك يقول رب الانقذك. لا ترتاع وجوههم لئلا اضيعك. اوعى تخاف من حد. اللي امه العذراء خافش من حد. خاف من حد ولا خاف من سبت ولا من 2 ولا من 3 ولا من 4 ولا من 5 ولا من خميس ولا جمعة حتى. خافش. أمك حية حقيقية. كانت الأم البشرية إذا رأت خطر ناحية أولادها محرق تبقى عايزة تفترس من يجي عندهم. ما العذراء بتعمل إيه؟ ناموا يا أحبائي وأنتم مستريح البال، فلكم أم قوية قادرة في الحروب.